البحرينية ونفريد يافي البالغة من العمر 24 عاما تحرز الذهبية الثانية للعرب بتفوقها في سباق 3000 متر موانع في منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعدما حصدت كيليان نامور الذهبية الأولى للجزائر في منافسات الجمباز. وتعد هذه الذهبية الثالثة للبحرين في تاريخ مشاركتها في الألعاب الأولمبية، والثانية في سباق 3000 متر موانع. وحلت البحرينية وينفرد يافي في المركز الأول في زمن قدره 8 دقائق و52 ثانية. وعقب هذا الإنجاز قال الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: نبارك للمملكة البحرين فوزها بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تضاف لسجل الإنجازات التي يحققها فريق البحرين.